بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب قلب أم أنوس، أخباركم إيه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل فيديو مختلف شوية. الفيديو ده بيخص اللي عنده أملاح، اللي عنده صديد، اللي عنده ترهلات، اللي لسه واضعة ويدوب شهر من الولادة وبدأت بطنها بتبقى فيه ترهلات برضو، واللي عايزة تخس بطريقة حلوة وانا مجرباها عن نفسي وماشيه عليها. سواء كنت عايزه تنظفي الكلى بتاعتك، سواء كنت عايزه تنظفي بطنك، طفيليات، سواء كنت عايزه تخسي، سواء نقرس، حاجات كتير ومفيده جدا 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 في الفيديو ده. تابعوني للاخر وما تنسوش لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. ورجعت لكم يا حبايب قلبي. انا معايا حزمه بقدونس، تمام، منضفاها ومقرطفاها ومجففاها زي ما انت شايفه كده. تمام. البقدونس زي ما قلت لك فوائده ما تتعدى على الصوابع. تمام. معايا ليمونتين مقطعاهم، ولازم يا حبيبتي يكون خاليه من القشره البيضه زي ما قلت لك. بتشيل القشره الصفراء اللي هي دي يا حبيبتي، بتشيل القشره الصفراء ومعاها القشره البيضه. تمام. وبتديني الليمون اللي هو بدون قشره بيضه زي ما انت شايفه. اروح حطاه على البقدونس، ماشي، واروح نازله بميه دافيه، يعني مش سخنه قوي ولا برد قوي، واسيبها يا حبيبتي انقعها لمده نص ساعه. ولازم قبل ما انقعها لازم اغطيها عشان اعمل تكثف للبخار والفايده بتاعتهم ما تخرجش او ما تتبخرش مع بخار الميه. هسيبهم نص ساعه وارجع لك تاني. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد ما النص ساعة عدت والمحلول بتاعي بدأ يتأنتج مع بعضيته كده وبدأ يدخل مع بعضيته. أكون مجهزة معايا خيارتين مقطعاهم دواير، ومعايا فلفل رومي 2 منضفاهم ومظبطاهم، أنزل بيهم على الخلاط زي ما انت شايفة. يلا بينا نخلطهم مع بعض. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، ضربتهم في الخلاط وصفيته. تمام. يلا بينا نشوف المشروب بتاعنا. حكاية، ريحته تحفة، ريحته جميلة. تمام. تشربيه على الريق، اوكي، تشربيه قبل النوم مش مشكلة، تشربيه وقت قبل الغدا. بصي تحفة، سواء بيخرج الغازات، بيظبط الدنيا، بيحسسك بالشبع. اشربيه يعني ما بيضرش، جميل. وعن تجربة زي ما قلت لك يا حبيبتي، عن تجربة. يعني بدل ما تعملي دايت وتحرمي نفسك، ظبطي الدنيا بالمشروب الجميل ده. ما تنساش تدعميني بلايك وسبسكرايب، وبألف هنا وشفا.